انا في اكتشاف غريب اكتشفته كده عن نفسي. اول حاجه انا ما بحبش سلسله ترانسفورمرز بتاع الافلام دي، يعني مش من الحاجات المحببه بالنسبه لي خالص. ولكن اكتشفت ان انا اولا شفت تقريبا، مش تقريبا، انا شفت كل الافلام بتاعتهم، وفي افلام كتير منها انا شفتها جوه السينما. وفي كل مره ببقى طالع مش مبسوط وحاسس ان، يعني عارف اللي هو انت يعني بتعصروا سلسله وعمالين تحاولوا تطلعوا منها حاجه، والميكس اللي انتوا عاملينه حتى في نوعيه الممثلين والابطال اللي بيبقوا موجودين قدامك على الشاشه مش من الحاجات المحببه الى نفسي، ما عدا يمكن فيلم واحد اللي هو ترانسفورمرز ذا لاست نايت، وده انا حبيته اعتقد عشان كان فيه انتوني هوبكنز. انما غير كده الميكسات بتاع القصه بحس ان هي معاهده لحد كبير، وتركيبه بقى الممثلين الموجوده دي مش من الحاجات المفضله بالنسبه لي خالص. وده اللي خلاني حتى وانا داخل اتفرج على فيلم ترانسفورمرز 1 الجديد، انا اساسا يعني دخلته لان في فيلم تاني كنت عايز ادخله في التوقيت ده، كان هو التوقيت الوحيد اللي ينفع ادخل فيه السينما، فالفيلم التاني ما لقيتلوش حفله في نفس الوقت، فدخلت ترانسفورمرز 1 وما كنتش فاهم انا داخله ليه. تقريبا انا كنت فاضي قوي ساعتها او انا مش لاقي حاجه اعملها، فبعد ما دخلته قعدت اقول لنفسي هو انا ايه اللي جابني كده؟ يعني الفيلم وانا بتفرج على الاعلانات ما كانش جذاب بالنسبه لي، ومش من الافلام اللي انا حاططها اساسا في القائمه. الفيلم فيلم انيميشن اساسا، وحتى نوعيه الانيميشن اللي كانت موجوده ما هياش مبهره قوي بالنسبه لي، اللي بتخليني لازم اروح اتفرج بقى واجري بقى على السينما عشان اتفرج عليه. لكن بعد ما عديت نص احداث الفيلم تقريبا انا اكتشفت ان فيه ميزه كبيره جدا جدا في الفيلم ده. وفي حاجه بقى هديه كده انا هقدمها لك، معرفش يعني غالبا فيها هتلاقي ناس كتير اتكلمت عنها، ولكن ده هيفرق معاك كتير جدا لو انت عايز تتفرج على السلسله دي. الافلام نفسها ما بتكلمش على المسلسل القديم، ولا بتكلم حتى ولا على الانيميشن سيريز اللي كانت موجوده، ولكن في حاجه مميزه جدا اكتشفت ان انت لو عملتها يعني ممكن رؤيتك للافلام دي تفرق الى حد كبير يعني. السلام عليكم، يا رب دايما تكونوا بصحه وخير وسعاده. فيديو جديد من فخ فيلم عن فيلم ترانسفورمرز 1 اللي موجود حاليا في السينمات. احد الافلام اللي ما كانش في الجدول بتاعي خالص ان انا اشوفه، واعتقد ان انا يمكن اكون دخلته السينما عشان يعني اخلص منه، لان انا غالبا مش هتفرج عليه. وده برضه سؤال غريب لان انا برضه مش متحمس ان انا اتفرج على سلسله الافلام دي، خصوصا ان اخر فيلم ليهم انا شفته رايز اوف ذا بيست اللي كانت في 2023 السنه اللي فاتت، وعملت عنه فيديو. كان من الافلام اللي انا يعني ممكن اقول عليه فيلم وضيع، يعني كان فيلم بالنسبه لي سيء على كل الاصعده. لكن الفيلم النهارده بيحكي القصه من البدايه قوي، من اول الاحداث خالص، من اول ما كان اوبتيموس برايم كان عباره عن عامل مناجم عادي جدا على الكوكب سايبرترون، وكان اسمه اورايون باكس، وكان هو وصديقه دي 16 اللي كانوا موجودين على الكوكب ده. والقصه بقى من اولها خالص بتتحكي ازاي الكوكب نفسه نشا، وازاي النشأة بتاعتهم ظهرت، وازاي ان مجموعه البرايمز اللي كانوا موجودين اللي هم حاجه زي القاده الكبار جدا اللي كانوا موجودين في ازمان سابقه كلهم اختفوا او ماتوا اثناء صراعهم العنيف جدا مع الكوينتسونز اللي هم اعداء الكوكب اللي كانوا بيهاجموا الحضاره بتاعتهم وعايزين يسيطروا على الكوكب ده ويسيطروا على الانرجون اللي هي الطاقه اللي كانت موجوده. وان كان في مع بدايات الكوكب نفسه بلاتفورم هو المسؤول عن انتشار الطاقه وانتشار الحياه كلها على الكوكب، ولكنه اختفى بعد المعركه الفصال اللي كانت بينهم، وما عادش باقي غير سنتينل برايم اللي هو القائد الموجود ده، واللي كان دايما بيروح في رحلات عبر الكوكب باكمله بحثا عن المنصه دي او البلاتفورم اللي من خلالها لو قدروا يرجعوها هيرجعوا الحياه لطبيعتها، وهيرجعوا قدره الحضاره دي على النمو بدرجه كبيره جدا، وهيرحمهم من شغل المناجم بحثا عن قطع الانرجون او مصادر الطاقه الصغيره جدا. وفي نفس الوقت ممكن يبتدوا يرجعوا يقدروا يواجهوا هجمات الكوينتسونز اللي هم اعدائهم اللي من كوكب تاني. ومن خلالها بنشوف رحله الصعود كل ده قدامك على الشاشه اللي بيقودها عمال المناجم البسطاء جدا اوراين باكس والدي 16، ومحاولتهم الصعود او الترقي حتى، ويمكن من خلال الاشتراك في السباق السنوي اللي كان بينظمه سنتينل برايم. ولكن بعد ما لفتوا انظار الناس كلها وحفزوا حتى عمال المناجم بعد ما حققوا نتيجه مذهله في هذا السباق، رغم ان هم ما كسبوهوش الا ان ده لفت حتى نظر سنتينل برايم ليهم، ولكن فجاه بيلاقوا نفسهم في مصير مختلف تماما واللي هو تم نفيهم. ومن خلال رحلتهم بيلتقوا بقى باشخاص اخرين وبيخرجوا بره قطاع المدينه اللي بيعيشوا فيها واللي بيمارسوا فيها حياتهم وبيمارسوا فيهم شغلهم. واثناء بحثهم او محاولتهم العوده او محاوله التواصل الجديد مع سنتينل برايم القائد العظيم عشان يثبتوا له ان هم اتظلموا، بيكتشفوا حقائق مذهله جدا، حقائق بتخص البرايمز الاولين القاده الكبار جدا اللي كانوا موجودين من ازمان سحيقه. بيكتشفوا حقيقه سنتينل برايم نفسه. مع الوقت بيبتدي التحول بتاعهم اللي بيظهر حتى لو انت شفت اعلانات بتاع الفيلم ان هم نفسهم بيتحولوا من عمال مناجم عاديين الى برايمز او
او قاده كبار جدا ويكتسبوا القدرات الخارقه اللي من خلالها بتحولوا الى صوره الترانسفورمرز العاديه اللي احنا بنشوفها. دي احداث الفيلم اللي انت بتشوفها كلها مع تفاصيل كتيره. الفيلم بصراحه على شاشه السينما ما اقدرش اقول ان هو فيلم اطفال، ولكن القصه رغم ان انت لو ركزت بتبتدي تقفش في اول ثلث من الفيلم ان في حبكه معينه ظاهره قدامك وان في بلوت تويست، وفعلا هو بيطلع صادق لو انت كملت فرجه على الاحداث. لكن الفيلم فيه عناصر ابهار جدا بصريا، كان على السينما بصراحه كان لذيذ جدا. وفكره الانيميشن طبعا مديها فرصه عاليه جدا ان انت تتمتع بقى بالالوان ومشاهد الاكشن، او من الحاجات اللي تستدعي ان الواحد يشيد بيها برضو القصه نفسها. القصه كانت حلوه جدا. القصه هنا بقى ميزتها الكبيره جدا اللي انا بقول لك عليها ان هي كشفت لك الصراع الاساسي اللي ظهر سواء بقى ما بين الديسيبتيكونز او الاوتوبوتس اللي انت شفته في خلال السلسله بقى عبر الست او السبع افلام اللي احنا شفناهم خلال السنين اللي فاتت كلها. هو ظهر منين ومنشأه فين، وازاي ان هم القاده الرئيسيين اللي كان ميجاترون في مواجهه اوبتيموس برايم اللي احنا عارفينه من خلال السلسله السابقه، ازاي نشأوا وازاي ان هم كانوا صديقين واصدقاء حميميين وبينهم علاقه قويه جدا. ولكن حاله الخلاف اللي حصلت بينهم وصراع القوى اللي ظهر بينهم ازاي فجر الصراع الطويل اللي امتد عبر السنين، وازاي كل واحد فيهم بقى له عدد قوي من الحلفاء اللي بيواجهوه. كل الكلام ده بيظهر معاك يمكن في اخر الفيلم، ولكن كان القصه نفسها كانت جيده جدا. من الحاجات اللي الواحد يحب يشكر فيها ان القصه فعلا كانت ممتعه وانت بتتفرج فيها على الشاشه، وفي نفس الوقت بتديك صوره واضحه جدا ازاي الصراع اللي انت شفته عبر الافلام كلها منشأه الرئيسي ظهر منين. ودي نقطه اعتقد ان هي ما كانتش واضحه قوي بالنسبه للناس اللي بتتفرج على الافلام. طبعا ما بتكلمش عن الناس اللي تابعت الكوميك بوكس او حتى افلام الانيميشن. الناس اللي اتفرجت بس على الموفيز الافلام العاديه اللي كانت ظهرت قدامك على الشاشه ممكن يكون الموضوع بالنسبه لهم ما كانش واضح قوي، ولكن في الفيلم هنا هو شرح كل حاجه. وده اللي خلاني بشيء من البحث البسيط ان انا ابتدي اشوف ان في تايم لاين. اساسا انت لو عايز تتفرج على الافلام دي من اولها لاخرها ففي تايم لاين معين لو انت اتفرجت عليه القصه هتلاقيها بتسلم بعضها فيلم الفيلم، والاحداث هتلاقيها مكمله مع بعض بشكل منطقي وبشكل متجانس بشكل كبير جدا يعني. ودي بقى الهديه البسيطه اللي انا عايز اكلمك عليها، ان التايم لاين سبحان الله رغم ان مجموعه الافلام دي بدا انتاجها على الشاشه من سنه 2007، الا ان لو انت عايز تتفرج عليها بالترتيب الزمني للقصه نفسها فاول فيلم هو فيلم ترانسفورمرز 1 اللي طلع في سنه 2024. فانت لو عايز تتفرج عليها هتتفرج الاول على رقم 1 ترانسفورمرز 1 سنه 2024، هتروح بعدها على فيلم بامبل بي اللي طلع سنه 2018. بعد كده نرجع للفيلم اللي هو كان السنه اللي فاتت سنه 2023 اللي هو ترانسفورمرز رايز اوف ذا بيس، اللي هو انا ما بطيقهوش تماما، ولكن احداث قصه الفيلم نفسها المفروض انها بتتم سنه 1994. دي الاحداث بتاع القصه نفسها. وبعد كده لو انت عايز تكمل على الفيلم الرابع هتلاقي فيلم ترانسفورمرز 2007 اول فيلم تم انتاجه في السلسله دي. بعد كده تشوف الفيلم اللي جه بعده سنه 2009 ترانسفورمرز اللي هو ريفنج اوف ذا فولن. وبعد كده تروح للفيلم سنه 2011 ترانسفورمرز دارك اوف ذا مون، ومشي بقى بالترتيب سنه 2014 ترانسفورمرز ايدج اوف اكستنشن لغايه لما توصل لاخر فيلم في التايم لاين اللي احنا المفروض القصه كلها ماشيه عليه اللي كان طلع سنه 2017 ترانسفورمرز ذا لاست نايت. وده زي ما بقول لك يمكن كان احب الافلام بالنسبه لي انا، بس ده طبعا عشان ظهور انتوني هوبكنز. القصه كلها على بعضها لو انت اتفرجت عليها بالترتيب كده الموضوع بيبقى له معنى مختلف تماما. الفيلم من الافلام المسليه جدا يعني على نطاق التسليه، فهي مسليه. والسلسله كلها بالنسبه لي بعتبر ان السلسله هي سلسله مسليه يعني. هي ما اظنش انها عايزه تديك فكره قويه او حتى الافكار المفروض اللي هي الافكار القويه اللي هو حاططها وعايز يوصلها لك. انا ما بحسش ان هي يعني قد تلقى صدى مع اي حد، لان التنفيذ مشبع بكميه من الاكشن والابهار البصري اللي اعتقد ان هو ليهم اولويه حتى عند مايكل بي لما حب ان هو يصدر سلسله، فكانت دي الاولويه الاساسيه عنده ان هو عايز يعمل ابهار بصري. وده شيء ساعده لان السلسله جايبه ايرادات ممتازه جدا والربحيه بتاعتها عاليه جدا، وده اللي مخليها مكمله عبر السنين دي كلها. لكن بصراحه يمكن على المحيط بتاعي ما بحسش ان ليها شعبيه كبيره مثلا زي افلام مارفل او افلام دي سي. يعني بحس ان هي افلام رخيصه شويه فكريا يعني. مش هتكلم على طبعا على فكره الانتاج او الربحيه. الفيلم تمت الاستعانه بالاداءات الصوتيه فيه الممثلين تقال قوي سكارليت جوهانسون، كريس هيمسورث، براين تايري هنري. واعتقد ان ده يعني نوع من ان انت بتتقل الفيلم سواء في الدعايه الببليست اللي بتتعمل للفيلم، ولكن على مستوى الاداءات فانت مش يعني الموضوع مش هيفرق معاك كتير جدا، لان الحكم في النهايه اعتقد في الموضوع ده تحديدا للي انت بتشوفه على الشاشه. وتم الاستعانه في مقعد المخرج بجوش كولي، وهو طبعا مخرج فيلم توي ستوري 4. فاعتقد ان انت هتتوقع ان انت هتشوف مستوى جيد جدا على الشاشه سواء بقى في الابهار البصري زي ما قلت لك والافكار البصريه اللي عارف اللي هي اختيار شكل الكوكب، اختيار نوعيه المواصلات اللي كانت موجوده. دي كانت حاجه لفت جدا ليا يعني، كانت مميزه جدا فكره القطارات اللي بتمشي وازاي ان خط سكه الحديد بيتفرد قدامها بالترتيب. يعني دي من الحاجات اللي اعتقد لو انت اتفرجت عليها هتلفت نظرك جدا. فحقيقه الفيلم على عكس ما انا توقعت كان من الافلام الجيده. الافلام اللي انا اتفرجت عليها في السلسله دي وانا راضي عنها الى حد كبير، وحسيت ان يمكن فلوس تذكره السينما ما ضاعتش على الارض. وفي النهايه طبعا رايي ليكم، واشوفكم في فيديو تاني على خير ان شاء الله. تحياتي.